السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. طيب، حاولت اتاخر على قد ما اقدر علشان يعني الناس كده تجمع نفسها. بس عايز اتاكد بس بموشن ان انتوا سامعيني كويس. وان شاء الله باذن الله نحاول على قد ما نقدر ان السيشنز بتاعتنا متبقاش تاخد اكتر من نص ساعه، علشان ما نفصلش وعلشان نبقى مركزين بشكل كويس. طيب، المفروض ان في اللحظه في النقطه اللي احنا فيها دي دلوقتي، المفروض ان احنا شفنا الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن المنتجات الرقميه وافكارها واتكلمنا عنها بشكل عام. فبالتالي خلاص الجزء الاولاني ده مش محتاجين ان احنا نتكلم فيه دلوقتي. فاحنا حاليا هنخش على الموضوع على طول، علشان باذن الله في خلال السيشن دي هنكون واخدين تقريبا مقفلين كل الجزء اللي ممكن يكون نظري. في خلال السيشن الجايه هتبقوا جايين بالافكار بتاعه المنتجات الرقميه بتاعتكم، وازاي انتوا تقدروا تشتغلوا عليها بشكل كويس. بيرفكتو. اعتبركم قلتوا ايه بيرفكتو. قبل بس ما كده حابب اقول لكم انا اخوكم محمد فهيم، فاوندر ليلا جرو دوت برو. دي اصلا ماركتنج ايجنسي، ومؤخرا بدانا نروح للحته بتاعه التدريب وكده، لان انا من زمان جدا وانا بحبها يعني. فرايح ليها بحب وشغف، وان شاء الله تكمل على خير يعني، ونقدر نفيد الناس ونستفيد. الجروب اللي احنا موجودين فيه باذن الله مع وقت من الاوقات هيكون كوميونتي كامل. فهيبدا فيه يضاف فيه ناس تانية. لو انت شايف الموضوع عايزه بس يبقى للديجيتال برودكت، ممكن تبعت لنا يعني، ولكن في الاول وفي الاخر هيبقى كوميونتي كامله، ويبقى فيه كل الماتيريال اللي بتبقى موجوده. الكتاب اللي قصادنا ده اللي احنا بنشرح منه، الكتاب ده اصلا في وقت من الاوقات احنا كنا بنبيعه، يعني احنا كنا ناويين نبيعه باذن الله. ولكن خلاص يعني وقفنا البيع بتاعه، وشفنا ان الناس لما تستفيد بيه هتقدر انها تحقق وكده كده. يعني الموضوع معتمد على شطارتك انت في ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه او عاوز توصل لايه. نبدأ على بركة الله. طيب، زي ما احنا قلنا وفي الفيديو اللي هو موجود، ان المنتج الرقمي الميزة بتاعته ان هو اصول بتشتغل من غير ما انت تبقى بتتعب في القيمة بتاعة الاصل ذات نفسه. يعني انت مش محتاج تحط دايما راس مال تفضل تزود عليه، او مش محتاج دايما تفضل تضيف حاجات على المنتج بتاعك علشان تضيف اوبريشن على المنتج بتاعك عشان يشتغل. اللي اشتغل في الاي كوميرس هيبقى فاهم الموضوع ده، ان في الاول في الاخر المنتج بيبقى معتمد على حاجات زي مثلا ايه. والله انا المنتج خلصان، ولكن بقى انت بتصرف عليه تخزين ولا مش تصرف تخزين، تغليف وشحن وتفاصيل كتيره من الحاجات دي كلها. لازم تبقى بتابعها بشكل بايدك يعني، ولو ما معكش تيم هتبقى بتابعها بنفسك، فالموضوع بيبقى مهلك جدا جدا جدا. ده على عكس ما بيبقى موجود في الديجيتال برودكت، ان الاصول بتاعته بتبقى شغاله حرفيا وانت نايم. يعني انت بتقدر تعمل الديجيتال البرودكت، تقدر تعمل البرودكت بتاعك ترفعه بقى على نظم لي، على شوبيفاي، على وورد بريس، اي حاجه من الحاجات دي كلها هنبقى بنتكلم عنيها. المهم ان انت في الاخر بتشتغل عليها وبترفعها بشكل كويس جدا، ومن ثم بتوصل للمرحله اللي بعد كده ان انت خلاص بتبدا تبيعها. كل اللي بتتعب عليه ان انت بتشتغل على الكونتنت اللي انت المفروض تبدا تماركت له وتشتغل عليه، سواء بقى الكونتنت فيديوز او الكامبينز اللي انت بتطلعها. فده باختصار شديد جدا الشغل بتاع المنتج الرقمي. وده لو قارنته باي بيزنس تاني هتلاقي مثلا ان انت عندك المصاريف الثابته هنا قليله. انت المصاريف الثابته هي مصاريف بتنفست معاك انت، وبتنفست على البرودكت بتاعك. يعني انا لو عندي فيزيكال برودكت ورحت ابيعه مثلا على محل او على في اي حاجه بقى، او اي كوميرس مثلا اشتغلت عليه، المصاريف اللي هي بتاعه الناس اللي هتشتغل لي كاوبريشن، المصاريف بتاعه الريتيرن والار تي او والحاجات اللي بتحصل دي بتاكل مننا البيزنس ذات نفسه كاي كوميرس. كل ده بيتوفر في ان انت يبقى موجود معاك علشان تبقى بتصرف على الديجيتال برودكت بتاعك. طيب، انا لما بصرف على الديجيتال برودكت بتاعي مثلا، فليكن انا بصرف جنيه وبيجي لي جنيه كرواز اتنين مثلا، او كرواز واحد حتى. هل الرواز بتاعي ده هو الهدف الاساسي اللي انا بجري وراه زي ما بجري ورا الاي كوميرس؟ لا، الموضوع مش كده. ليه؟ لان انا هنا الجنيه اللي انا بصرفه هو جاب لي حد عرفني. فبالتالي الكاستمر ريتنشن او الاويرنس اللي انت بتعمله لنفسك اكبر بكتير جدا من لما بتكون شغال على براند تاني. ومع الموضه بتاعت البيرسونال براندنج اللي ضاربه دلوقتي في السوق دي، فبالتالي انت كل جنيه بتصرفه علشان الناس تشتري منك البرودكت بتاعك انت بتعرفهم على نفسك. فتخيل الناس بتتعرف عليك بان هي تدفع مبلغ، يعني بيديك فلوس عشان يتعرفوا عليك. ده باختصار شديد الحاجه اللي ممكن تخليك تبقى بتاخد الديجيتال برودكت بتاعك بشكل كويس جدا، وعايز تركز ان انت تكون شغال عليه يعني، او تبدا تفهم احنا ليه عايزين نعمل ديجيتال برودكت، وليه مهم جدا يكون موجود في المجال بتاعك.
طيب بعد كده هنا عندنا النقطه الثانيه، هي ليه الناس بتتاخر علشان بتتاخر ليه عشان تعمل الديجيتال برودكت بتاعها. الناس بتتاخر عشان تعمل ديجيتال برودكت لسببين. السبب الاولاني وده الاخف، ان هم بيبقوا خايفين من فكره، آه، ده يعني 90% تقريبا من اللي شفتهم عندهم نفس المشكله، هو حاسس ان انا ما عنديش حاجه اقدمها. وده غلط، يعني غلط بنسبه كبيره جدا، والامثله اللي احنا هنشوفها هتثبت لنا عكس كده. الحاجه التانية ان احنا للاسف يعني الناس بتبقى متخيله ان هي مش عارفه المفروض تعمل ايه، هي اصلا مش فاهمه ايه الديجيتال برودكت، مش فاهمه ايه الخطوه اللي المفروض تاخدها، مش قادره تفهم طب انا لو عندي ديجيتال برودكت ليه الناس هتشتريه. مش قادرين يفهموا الفانلز او الهيكل بتاع فكره بيع الديجيتال برودكت ذات نفسها. فبالتالي ده لما بيحصل علشان نحلل المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. الكتاب ده او اللي احنا هنبقى بنشرح منه، وبالمناسبه ان شاء الله هنبعته على الجروب للناس علشان ياخدوا منه، ياخدوه بشكل كامل، ولو ما حبوش يكملوا معانا السيشن او مشاكلهم او الوقت او اي حاجه زي كده يقدروا يستفيدوا منه استفاده كامله. اول هو في بس ناس بعتوا ان هم مش عارفين يخشوا السيشن، فمش عارف يعني، انا في ناس دخلت اهي، حاسس ان الناس موجوده صح، انتوا موجودين وسامعيني. اللي ما دخلش بقى يبقى يحاول يلحق السيشن بقى، ربنا يعينه. طيب نرجع تاني لموضوعنا. احنا اول حاجه تاسك عندنا لازم تبقى موجوده من التاسكس المهمه، هي فكره ان احنا لازم تكتب على ورقه وقلم. وحتى رغم ان ده يعني زمان انا كنت باخد الموضوع كده ان هو بتوع التنميه البشريه، ما كنتش بحب الحوارات دي، بس طلع موضوع مهم جدا ان انت لازم تركز فيه. انا عايزك تكتب في ورقه وقلم، او تكتب حتى في نوت عندك على اللابتوب او على الموبايل، المهم حاجه تبقى موجوده قصادك طول الشهر اللي احنا موجودين فيه ده. اول حاجه انا عايزك تعملها تكتب انا بعمل منتج رقمي علشان ايه، ايه الهدف الاساسي اللي انا عايز اعمل المنتج الرقمي بتاعه. هل انت عاوز اثبات لنفسك، انك تثبت نفسك وتاخد ماركت شير في ان الناس تعرفك في المجال اللي انت فيه، ولا عايز فلوس ودخل اضافي، او ايا كان السبب اللي بتبقى موجود، بس السبب ده هو الاساسي. والسبب اللي انت هتكتبه دلوقتي ده هو السبب اللي هيبني عليه كل حاجه جايه. يعني هيبني عليه التسعير، هيبني عليه المنتج، هيبقى ايه، هيبقى بي دي اف، هيبقى كتاب، هيبقى كورس، هيبقى تولز، ايا كان هيبني بناء على السبب اللي انت هتقرره دلوقتي. وانا مش عايزك تحير نفسك ما بين اسباب كتير، ويفضل انك تذكر سببين بس. يا اما تقول انا عايز فلوس اضافيه، دخل اضافي يبقى موجود معايا، يا اما تقول لا انا عايز بالبرودكت ده اثبت نفسي في المجال بتاعي، اثبت العلم بتاعي، اثبت ان انا موجود، اثبت اي حاجه، المهم في الاول وفي الاخر هو ثبات نفسي للي انت بتقدمه. فاذا ان شاء الله كل حد هيكتب الورقه دي، وبعد كده لما هاجي اساله هيقول لي والله انا قررت ان انا عايز كذا. محدش يجي يقول لي انا عايز الاثنين، محدش يجي يقول لي اصل انا بقرر في الاثنين، لا لا، انت لازم تختار حاجه واحده من دول، حاجه واحده بس هي اللي تقول انا عاوزها وهكمل وهستمر عليها، يا اما فلوس اضافيه يا اما اثبات لنفسك. طيب بعد كده هنيجي للفصل الاولاني اللي عندنا اللي موجود، وهو فيه الاهم نقطة أو نقط من 90% من الناس ما بيكملوش الديجيتال برودكت، أو أصلا ما بيفكروش يعملوه بسبب الموضوع ده. إن هما بيبقوا حاسين إن إحنا إيه، إحنا ما عندناش وهم عندهم جوه. تعالوا كده هقول لكم موضوع بشكل بسيط. دلوقتي لو أنا جيت حبيت أنقل من أيفون لأندرويد، ممتاز، حبيت أنقل من أيفون لأندرويد، أو حبيت أنقل من أندرويد لأيفون، أيا كان الترتيب ده. تخيل كده انا لو سألت حد خاض نفس التجربة بتاعتي، يعني هو كان معاه ايفون وراح لاندرويد، هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ الاجابه طبعا هيفيدني. هيقول لي على الاقل انا والله اتبسطت من واحد اتنين تلاته، متضايق من واحد اتنين تلاته، انا حاسس ان انا مبسوط بالتجربه، انا حاسس ان انا مش مبسوط بالتجربه. حد تاني هيقول لك والله انا الموبايل عندي بقى اسرع، انا عندي فيتشرز اكتر، انا عندي بنفيتس اكتر. هيفضلوا يكلموني عن التجربه بتاعتهم دي. هم كلموني هنا مش علشان هم ناس خبره في الموبايل ولا هم مهندسين اتصالات، هم كلموني عن التجربه بتاعتهم عشان هم جربوا وعندهم حاجه يقدموها لي. في مثل عندنا بيقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. بعيدا يعني المثل ده تقريبا موت الناس زمان، بس في المطلق ان دلوقتي خلاص انا عادي جدا ان انا اسأل حد بيجرب واستفيد من التجربة بتاعته. فده بالظبط نفس اللي احنا بنتكلم فيه. انت مش لازم مثلا تكون سوبر هيرو في الكونتنت كريتور علشان تعمل ديجيتال برودكت. انت ممكن تكون كونتنت كريتور صغير، قدرت توصل مثلا لاول، عملت استراتيجي وسيستم ما بينك وما بين نفسك، ازاي بتوفق ما بين ان انت بتنزل كونتنت، وازاي بتخلص شغل الكلاينت، وازاي بتجيب كلاينت جديد. السيستم اللي انت عملته ده نجح معاك في ان انت عملت نيو كلاينت او اونبورد مثلا ل 10 كلاينت. خلاص تعالى يا باشا بيع السيستم ده
لان في واحد لسه مش عارف يجيب اول كلاينت ليه، هيبقى عايز يجيب 10، هو بالنسبه له 10 على 10 ده انجاز لا يمكن. وانت اللي جبت 10 عايز توصل ال 10 بتوعك دول لسكيل انك تجيب 100 و200 وتفتح ايجنسي خاصه بيك بقى ويبقى عندك تيم، فهتروح تشتري ديجيتال برودكت لحد وصل للمرحله الكبيره دي. فبالتالي المعرفه احنا ما بنشتريش معرفه كامله، لان مفيش معرفه كامله، احنا بنشتري جزء صغير من المعرفه. وده اصلا اللي بيميز الديجيتال برودكت عن حاجات تانية. انا ما بروحش اشتري كتاب مثلا 1000 صفحه في ازاي تتحول من زيرو اوردرات ل 100,000 اوردر، لكن انا ممكن اروح اشتري كتاب يقول لي من زيرو اوردر ل 100 او من زيرو ل 1000. ما بروحش اشتري علم كامل عشان حد ياخدني من ايدي وانا ما بعرفش حاجه ويوصلني ان انا ابقى واخد فيلا في مراسي، يعني ما بيحصلش. اللي بيحصل ان انا حد بيدخلني المجال، ومن ثم ببدا اشوف انا عايز ايه، اوصل لايه بعد كده. فدي النقطه المهمه جدا اللي انا عايزها. كل واحد فينا هيلاقي عنده تجربه بسيطه بيقدر ان هو يعمل فيها ديجيتال برودكت، عنده حاجه قدر يقدمها علشان ياخد عنده حاجه يقدر يقدمها علشان ياخد الخطوه بتاعت الديجيتال برودكت ويقدر يبيع البرودكت ده للناس. طيب النقطه الثانيه، هل بمنتهى البساطه كده، هل احنا لما بنيجي نشتري ديجيتال برودكت، هل الديجيتال ده بنبقى متوقعين منه انه يخلينا ناس بتطير؟ يعني هل في حد فينا بيروح يشتري كورس مثلا او بيشتري كتاب او بيشتري اي حاجه من الحاجات دي كلها هو بيبقى متخيل ان الكتاب ده مجرد ما هيشتريه هيطير، ولا بيبقى عارف ان في خطوه في النص وهي الخطوه بتاعه التنفيذ، ان انا انفذ اللي مكتوب في الكتاب ده؟ تقريبا كلنا. بالعكس، ده في اصلا ناس بتشتري عشان عندها الهوس بتاع الجزء بتاع التنفيذ، ان هي عايزه تنفذ بشكل كويس. ده اللي انا بتكلم فيه، او دي النقطه المهمه اللي انا بتكلم فيها، ان انت طول ما عندك خطوات انت نفذتها بايدك، هو ده العلم الحقيقي والمعرفه اللي بتبقى عايزاه. ده النتيجه، او ده المعرفه والخطوات اللي هتوصل الناس للنتيجه ان هم يشتروا منك الديجيتال برودكت ده. لحد هنا خلاص خلصنا، عرفنا ان كل واحد فينا عنده حاجه يقدمها، حتى لو الحاجه دي قليله، حتى لو الحاجه دي بالنسبه له لا تسوى حاجه وممكن يبقى شايفها سهله جدا، ولكن بالنسبه لناس تانية دي حاجه بتسوى كتير جدا جدا. وعن تجربه هقول لكم حاجه، انا عن تجربه انا ذات نفسي، انا ما كنتش متخيل ان في ناس مثلا حته الماركت ريسيرش دي هي بالنسبه لها صعبه قوي، هي مش عارفه ازاي تعمل ماركت ريسيرش. يعني ان هم يخشوا يفضلوا يقلبوا على البيج وياخدوا نوتس كده، هم مش عارفين ده. يعني مش قصدي حاجه والله، بس انا كنت متخيل ان دي حاجه عاديه، يعني حاجه مثلا زي اللي هو ايه، انت بتشرب ميه ازاي، اكيد مش هروح اعلم حد بيشرب ميه ازاي. ولكن من الواضح ان ده كان بالنسبه للناس مشكله. لما عملت سيشن وبعتها للناس ازاي تعمل ماركت ريسيرش، ازاي تخش على الويب سايت، ازاي تستخدم الاي اي، ازاي تعمل كل ماركت ريسيرش بشكل كامل، ايه نوع الحاجات اللي تبعتها في الميل للناس عشان يجاوبوها، كل الحاجات دي كلها لما جينا عملناها لقيت ناس بتشتريها. يعني كنت مستغرب جدا، رغم ان هو السعر مثلا تقريبا كان عاملها ب $2، حاجه لا تذكر، لكن مش عارف في ناس اشتروها، في 6 اشتروها اول تقريبا ما نزلت في خلال اول اسبوع، من غير اي اعلانات، من غير اي حاجه خالص. فمعنى كده ان اي حاجه ممكن تكون انت شايفها عاديه، هي بالنسبه للناس تانية مهاره مختلفه الناس ممكن تشتريها منك. حلو جدا. خلاص اقتنعنا بالموضوع ده. في حد عنده اي استفسار في اللي فاتت ده، ولا نخلي الاستفسارات كلها اخر السيشن؟ الحمد لله مفيش حد عنده استفسار، نخش في اللي بعديها. طيب المنتج بتاعنا بقى نلاقيه فين؟ يعني ايه المكان اللي احنا ندور فيه علشان نلاقي المنتج بتاعنا؟ زي ما واضح كده في الصوره اللي قصادنا دي، انت لو عندك حاجه هتلاقي يا اما شغل انت اشتغلته بايدك بشكل كبير جدا، اشتغلت في الكارير بتاعك بمده او مده قليله، فبالتالي انت عندك مهارات او معلومات عن الشغل بتاعك. انت ممكن يكون مهاراتك ان انت قدمت في 30 40 انترفيو ما اتقبلتش ولا واحد فيهم، بس عندك مجموعه من الاسئله اللي سالتها في 30 40 انترفيو ده، عندك الطريقه اللي بيسالوا بيها، من كتر ما انت اتسالت عرفت خلاص انا بتسال ازاي وايه انواع الاسئله اللي بتقبل بيها. انت ما اتقبلتش في الانترفيو عشان انت تكنيكال مثلا قليل، لكن انت عندك خبره من كتر ما اديت انترفيوز كتير. عندك مثلا الهيكل الوظيفي، انت فاهم في الهيكل الوظيفي ازاي وايه الترتيب بتاعه، وامتى الشركه بتاخدك ككونتنت، وايه اللي بتعمله، ما الفرق ما بين كونتنت وسينيور. عندك معلومات عن السالاريز اللي بتبقى موجوده، عندك معلومات ان انت عارف مثلا انهي ميل لما بتبعته والناس بترد، وانهي ميل لما بتبعته الناس بتطنشه وما بتردش عليه. فكل دي معلومات تقدر ان انت تحطها في الحاجه بتاعتك.
عندك هوايه مفضله، ممكن تكون الهوايه دي رسم، الهوايه دي مونتاج، الهوايه انك بتجمع داتا، بتعمل حاجات كتير قوي. يعني اي هوايه في الدنيا تقدر تحولها لديجيتال برودكت، حتى لو الهوايه دي مش ديجيتال. يعني مثلا الرسم، انا شفت حد عامل ديجيتال برودكت بيعرف الناس ازاي يرسموا، وانا تخيلت ان ده يعني هو لما كان بيكلمني انا كنت متخيل ان هو بيعلمهم ازاي يرسموا ديجيتال، لا هو بيعلمهم ازاي يرسموا على ارض الواقع، عامل لهم الموضوع ده وبيع لهم فيديوهات بطرق مثلا ازاي ترسم ابعاد الشخصيه، الجوانب، المنظور، حاجات ازاي ترسم الشادو. كل ده عامل لهم فيديو بيبيعوا على اساس ان هو ديجيتال برودكت. فاذا الراجل مش محتاج يروح لهم لحد عندهم، ولا محتاج يفضل كل شويه يبقى معاهم لايف علشان يشرح لهم الديجيتال برودكت ده. اخر حاجه طبعا من اللي احنا بندور فيها هي المشاكل اللي عندنا. المشاكل اللي قابلتني كتير جدا وانا حلتها، وحاسس ان الحل بتاعها يقدر ان الناس تستفيد منه. من امثال المشاكل حلها عشان تعرفوا بس الموضوع يبقى بسيط. في حد عامل مشاكل ازاي بيحل الكراك، يعني ازاي بيقدر يعمل سيرش وبيجيب كراك للحاجه اللي بيعملها. طبعا هو ده حرام وربنا يولع فيه يعني، بس انا اكتشفت ان ده ديجيتال برودكت موجود، انه بيبقى عنده كراك للالعاب. يعني تحديدا عنده تقريبا فايلات، الفايلات دي دايما بتبقى ناقصه من الالعاب اللي بتتعمل لها كراك، فالفايلات دي ازاي بتتسطب، ازاي بيسطب الكراك الفلاني، ازاي مش عارفه ايه. المهم يعني انه عنده طريقه كده، حاجه بيبيعها لمشاكل بتبقى موجوده. فاكرين زمان لما كنا بنقابل اي مشكله نخش نسيرش بيها على اليوتيوب؟ دلوقتي انا عادي، انا ممكن اخد فايل فيه 13 14 مثلا دوكيمنت ازاي ان انا احل مشكله معينه. فاي مشكله قابلتك في حياتك تقدر بمنتهى السهوله ان انت تاخد منها الديجيتال برودكت ده. طيب قبل بقى من احنا قبل بقى احنا كده، ده الفصل الاولاني بتاعنا، وده اصعب وارخم فصل، وبناء عليه اصلا هنحدد مين هيكمل معانا في اللي جاي ومين لا. لان انت لو ما جاوبتش على الحاجات دي وما اشتغلتش عليها، خلاص كل اللي جاي ده ملوش اي 30 لازمه ومش هتعرف تستفيد منه، وموجود في كل حته. طيب احنا بقى دلوقتي هتعمل ايه؟ انت دورك ان انت تدور على الديجيتال برودكت اللي انت ناوي تعمله ان شاء الله في خلال الشهر ده، على الثلاث حاجات دول. يا اما شغل عندك انت بتشتغله فعايز تعمل عنه ديجيتال برودكت، يا اما جزء من الهوايات بتاعتك ناوي تتكلم عنه وتعلمه على الناس، يا اما مشكله انت حلتها. لما تعرف حاجه من الثلاث حاجات دول وتعمل استراكشر كده او خط عريض عن البرودكت اللي انت ناوي تقدمه، هنوصل للمرحله الثانيه، انت ناوي تقدمه مقابل ايه. وده اجابته في النقطه الاولانيه اللي انا قلت لكم، هي نقطه مهمه جدا لازم تجاوبوا عنها. لان مثلا في حد هيقول لي انا عايز دخل اضافي، ده هقول له خلاص والله بص، احنا هنعمل تسعير، هنبدا نفكر في تسعير اللي هو انت مكسبك هيبقى فلوس، يا اما بقى فلوس كتيره فتبيع لعدد قليل من الناس، يا اما هتعمل فلوس قليله وتبيع لعدد كبير. حد تاني هيقول لك لا انا عايز اثبت نفسي، عايز الناس تعرفني اكتر، انا شايف ان ده المكسب اللي ليا، خلاص هقول له انت ممكن الديجيتال برودكت بتاعك ده يكون مجانا فري. فانت مثلا ممكن تعمل الكتاب بتاعك ده يبقى مجاني، وهدفه انه يوصل لاكبر قدر من الناس علشان الناس دي تعرفك وتستفيد منك وتبدا تعرفك بشكل اكتر. فخلاص هتفتح معاهم انت بيزنس وتعمل معاهم فانلز بشكل تاني. وكل دي برضو حاجات هنتكلمها في الكتاب بتاعنا. طيب يبقى احنا كده لحد هذه اللحظه دول الحاجتين المهمين اللي الناس تبقى موجودين. طيب ازاي نعمل ده بقى بشكل يعني بشكل بقى ورقه وقلم كده زي ما بيتاخد؟ انت عندك تمرين بسيط محتاج تشتغل عليه. اول حاجه هتستخدم النوتس بتاعتك او الورقه والقلم بشكل اساسي علشان تعمل. انت محتاج توصل ل10 افكار ممكن تقدمها للناس، حتى لو ال10 افكار دي ممكن تبقى بالنسبه لك هبله بس حاجات انت بتعرف تعملها. فممكن مثلا حد بيعرف يعمل الاعلانات، جمع قول والله انا عارف الخطوات بتاعه تنفيذ كل اعلان، مفيش اي مشكله. انا شفت حد عامل PDF عباره عن خطوات تنفيذ الاعلانات، يعني الخطوات بتاعه الاعلان شارح فيها الداشبورد بتاعه ميتا بيزنس، شارحها واحده واحده. يعني مثلا هنا ده اعلان الرسائل، بعدين بتضغط على الضغطه دي، وعامل سهم كده واخد سكرين شوت وبيشرح، ما بيعملش حاجه تانية، واخد سكرين شوت وبيشرح. والكتاب بيتباع بشكل كويس جدا اللهم بارك، وبرقم 250 جنيه بيبيع فيه الموضوع ده. ففي حد هيشتري ده كتاب هيشتريه. فانت ممكن تقول ده انا لسه مش سوبر ميديا بينج، لا مش مهم، المهم انك تعرف تعمل حاجه زي كده. فجمع الافكار بتاعتك 10 افكار، جمعها قوي، جمع الافكار دي في 3 عواميد اللي احنا قلناهم، الهوايات او الشغل او الحاجات اللي احنا مشاكل قابلناها. كل فكره من دول جمعها، قول والله انا مثلا قابلت مشاكل في الشغل ليها علاقه بكذا، فانا اقدر احل المشاكل الفلانيه زي ما موجود قصادنا. بعد كده هنحتاج انك نجاوب على سؤالين.
الفكره دي هل انا بتفرحني طول ما انا بعملها؟ يعني طول ما انا بحل الموضوع ده او طول ما انا بقع في نفس المشكله انا مبسوط وانا بحلها، ولا انا بزهق من الموضوع اصلا وما كملتش فيه؟ ففي حد مثلا ممكن يكون بيتبسط وهو بيكتب قصه قصيره، فاذا طول ما انا هقول له علم الناس ازاي تكتب قصه قصيره هو مش هيزهق. ممكن يكون بيزهق مثلا، هو بيكتب بيحلل روايات، هو بيزهق من الموضوع ده، هو شغلته بس بيتخنق منه. في حد تاني لا، هو ما بيزهقش، هو بيبقى مبسوط جدا وهو بيعمل ده. فاول حاجه تجاوب عليها، انت بتزهق ولا دي حاجه انت مبسوط منها؟ السؤال التاني، تفتكر الناس اللي هتدفع فلوس اصلا عشان تحل المشكله دي، في ناس فعلا هتدفع ولا لا؟ بعد ما نحل دول هنخش بقى في المرحله الجايه ان احنا نبص بقى على المنافسين وازاي نفكر معاهم بشكل كويس. ده كده باختصار. انا السيشنز بتاعتي عاده مش بتبقى عايزه بتكمل ال 40 دقيقه، لان الناس بتفصل بعد نص ساعه وبتزهق. فلو حد عنده سؤال يقدر يفتح المايك قبل ما نكمل وناخد بقى الخطوات اللي جايه. السيشن اللي جايه انت لو قبل ما نفتح بس السيشن الجايه انت لو مش حالل الحاجات دي مش هتستفيد، لان احنا السيشن الجاي مثلا نبقى بنتكلم عن الويب سايتس، بعد كده هنتكلم عن الفانلز اللي بنعملها، بنتكلم عن الماركتنج. فلو انت ما عندكش اصلا البرودكت اللي انت هتيجي بيه يبقى انت مش محتاجه. اسمع السيشن اللي انا رافعها على اليوتيوب، وبعدين اسمع السيشن دي تاني، جاوب على الاجابات والاسئله، وتعالى نمشي سوا واحده واحده علشان نوصل لنتائج كويسه. حد عنده يا شباب اي بقى استفسار؟ طيب اتفضلي يا دكتور. في حد رفع اهو. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك انا وازي بخير الجميع؟ زي الفل الحمد كله لله. خير. بص والله انا الموضوع ده بقالي فيه فتره، بس ما كنتش محدده حاجه معينه، بس عندي فكره عنه، موضوع الديجيتال برودكت. بس مؤخرا لظروف شخصيه مريت بيها، فقدرت احدد جزء كده في الماركت. هو في جاب فعلا انه الاطفال هم ضعاف البصر شويه، اللي بيحتاجوا ورق مكبر او الكلام ده وكده. الحاجات دي مش موجوده، خصوصا المحتوى العربي فيها قليل جدا، لان انا مريت بده مع حد قريب مني. حسيت ان دي لو انا ركزت فيه هتبقى حاجه كويسه، بس بصراحه مفيش اهتمام بالموضوع ده هنا في مصر. حاجات الورق المكبر، وفي اطفال بتحتاج الارقام او الحروف مثلا بالوان فوسفوري على خلفيه سوداء، اللي هم بيتشخصوا اطفال ضعف بصر دماغي. ده فعلا مش موجود. انا عشان اعمل ده لحد قريب مني مر بالتشخيص ده، انا كنت بعمله بايدي. فخايفه ان انا ادوس في موضوع هو اصلا ما فيش اهتمام بيه فما يشتغلش البرودكت. في نفس الوقت هو فعلا في جاب، ده فعلا مش موجود. فهي دي النقطه اللي انا واقفه عندها. انا تقريبا الكونتنت نفسه او كده انا محضراه، بس خايفه ابدا بقى اعرض فيه. هي دي النقطه اللي موقفاني بصراحه. كل اللي حضرتك اتكلمتي فيه انا تقريبا محضراه ومجهزه البرودكت، بس خايفه ادوس. هل مفيش اهتمام بالموضوع فبلاش منه، ولا هتبقى حاجه جديده، فكره جديده، والاهالي هيلاقوا الحاجات دي بقت متوفره لاولادهم؟ لان اصلا التشخيص جديد نفسه في مصر، اللي هو السي بي اي، ضعف البصر الدماغي. طيب فهي دي النقطه اللي انا واقفه عندها بص، الصراحه. انا هجاوبك على السؤال ده واقول لك ان احنا مش هنعرف ده، يعني احنا مش هنعرف ده غير لما نجرب. فانت في جميع الاحوال انت لازم تجربي ونخش السوق ذات نفسنا ونبدا نشوف. هي لو حاجه نادره طبيعي جدا تاخد وقت اكتر بكتير جدا في ان احنا نعرف الموضوع ده للناس. بس لما الموضوع ده لما بيتعرف وبيتعرف ان انت بتقدمي حل للمشكله اللي فيها جاب دي، خلاص انت زي ما بيتقال انت بتكوني اول الناس اللي دخلت في السوق وبتاخدي جزء كبير جدا من السوق، فده في حد ذاته كويس. بس احنا مش هنعرف ده غير لما نجرب، مش هنعرف ده غير لما نكمل بقيه الخطوات دي ذات نفسها. تمام. الحاجه حتى التانية على اليوتيوب معلش، هو المحتوى هو العربي. حاجه بيتباع، اتفضل. يعني هي حاجه ورقيه بتتباع، لان انا مش فاهم ولا هو هي مش حاجه هي فيزيكال، مش هي ممكن برودكت. تطبع، وممكن تستخدم مثلا على التابلت او كده. اه هي اوكي عادي، مش لاقي ده او ده. يعني تمام. هي بتبقى كتب. الفكره بس ان الاطفال دول بيبقوا محتاجين الحروف او الحاجات دي تتعرض على خلفيه سوداء، ما بقاش فيها اي مشتتات، لان ده بيبقى مريح للرؤيه بالنسبه لهم، اسمهم ايوه ايوه الاطفال اللي بيعانوا من ضعف البصر الدماغي. فسواء اتطبعت بالخلفيه السوداء او استخدمت على التابلت عادي، مش هتفرق يعني. بس هي الفكره ان المحتوى العربي من الحاجات دي، او حتى قنوات مثلا يوتيوب تهتم بعرض كرتون بالخلفيه دي للاطفال دول بالمحتوى العربي، حرفيا مفيش. حتى على جي بي تي او جيميناي لما قعدت بصراحه ناقشت الفكره معاه، قال له فعلا مفيش محتوى عربي. الكرتون الموجود للاطفال السي بي اي كله اجنبي. ففعلا هو مفيش ومفيش. وبدا التشخيص ده يظهر جديد في مصر، بدات في مراكز تشتغل في التاهيل بتاعهم، بس مفيش بقى الحاجات التانيه اللي بتساعد. مثلا لو هنقول انشطه للاهل في البيت، مفيش حاجات للاطفال يشتغلوها، يشوفوها على التابلت، يشوفوها على اليوتيوب. لا، ده فعلا مفيش.
انا مريت بده بشكل شخصي، بس انا قدرت اعمل الحاجات دي بنفسي، يعني قدرت اعمل المنتجات الحاجات دي والحروف والكلام ده. فاللي هو طب ليه مش موجود ده في السوق خالص؟ الاطفال دول فعلا موجودين. يعني زي ما قلت لك ان الحل الوحيد ان احنا ناخد الموضوع ده والكونسبت ده، الحل الوحيد ان احنا نكمل في الماركت بتاع نخش الماركت بتاع الموضوع ده، ونبدأ نشوف النتائج بتاعته هتبقى عاملة ازاي. خلاص تمام، ان شاء الله خير بإذن باذن الله. الله. شكرا لحضرتك. ماشي دكتورة اسماء، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب هو انا ممكن بس اقول كلمتين للدكتوره اللي كانت بتتكلم ماشي اكيد طبعا، اتفضلي. ده قبل ما اسال سؤالي انا. هي انا رايي ان هي قبل ما تدوس في ان هي تنتج اصلا حاجه انتاج، يعني هي طبيعي هتتكلم، هتوجه كلامها اكتر محتوى تعليمي لفتره معينه للناس اصلا مش اطفال، سوري، الاهالي اللي عندهم ولادهم عندهم المشكله دي. شوف بقى هي تاخد فترة كده شوية تتست أصلا في استجابة للموضوع، في ناس أساسا مهتمة بالحاجة زي كده ولا لأ. ده من ناحية. من ناحية تانية، إن هي بدل بتقول إن في مراكز فعلا بدأت في تأهيل الكلام ده، هي ممكن تتواصل مع المراكز دي. يعني ممكن يكون المراكز دي محتاجة هي نفسها للمنتجات اللي هي عايزة تعملها. يعني أنا طبعا مش متعمقة في اللي هي بتقول، بس هي لو تواصلت مع المراكز اللي بدأت في المشكلة دي، في علاج المشكلة دي، فهي ممكن تساعدهم بإن هي مثلا توفر لهم حاجات مساعدة كده يعني. ده رأيي يعني. ده من ناحية رأيي ماشي. يعني للدكتورة. طيب أنا بقى كاسماء، أنا بحب أحكي حواديت، أنت عارف. تمام. يعني تمام. هل حكي حواديت بصوتي ده ينفع يبقى ديجيتال برودكت؟ عشان انا اه الموضوع ده هو هاجس هو عندي ما ينفع ياخد ينفع اي مراكز. حاجه ينفع عادي جدا. يعني انا دلوقتي انا معلش، انا بس هقول لكم على حاجه عشان انتوا مش متخيلين الموضوع بنفع ازاي. انا في ناس بتبيع الديجيتال برودكت بتاعها عباره عن مكتبه افلام. يعني هو عامل على الدرايف مكتبه، مجمع شويه افلام للاطفال وحطيتهم على الدرايف. حد تاني الديجيتال برودكت بتاعه مكتبه فيديوهات يوتيوب. يعني هو راح جمع فيديوهات يوتيوب بتاعت العاب. دي انا شخصيا بقى اشتريتها، يعني او مش انا اللي اشتريتها، يعني حد انا عارفه اشتراها. عباره عن ايه؟ فايل درايف في يعني بصوا، يعني الموضوع فيه ايه؟ في فيديوهات حوالي 80 او 90 فيديو، عباره عن رياضات. سبايدر مان بينط لفوق، سبايدر مان بينط لتحت. هي دي الفكره. ايه طب عم الحاج ده اشتراها ليه؟ اشتراها بس عشان يفتح الشاشه، يخش على الدرايف اللي موجود فيه او اللينك اللي موجود على الشاشه، يفتح يلاقي الفيديو قصاده يفضل مشغله. طب ما هو الفيديو ده موجود على اليوتيوب، موجود على اليوتيوب. ما هو بيتاخد من اليوتيوب، بيتاخد من اليوتيوب. طب انت يا عم اشتريت ده ليه؟ اسهل بقى من ان انا اقعد ادور واسيرش. هو ده السبب الوحيد اللي خلاه يشتريه. بس التاني ده لما جه يبيعه، البيج لما جت قالت بقى ان ده اضمن، وانت كده بتخلي الاطفال هم كده كده اتعلقوا بالشاشات، يفضلوا قصاد شاشه، بس اولى من ان هم يتعرض لهم اعلانات او اي حاجه من حاجات اليوتيوب دي. فده فكره بس ان اي حاجه ينفع ديجيتال برودكت. بالنسبه للحاله بتاعتك عادي جدا ممكن. انت لو بتحكي حواديت وقصص، هتحكي حواديت وقصص للكبار ولا للاطفال؟ هتحكيهم مثلا للاطفال. لو هي قصص الاطفال عادي جدا، الاب والام ممكن اشتري حاجات لابني. وتبقى البينيفيتس الحقيقيه، الفيتشرز الموجوده ان دي قصص شيقه للاطفال، البينيفيتس ومفيده. طيب البينيفيتس الحقيقيه ان دي مثلا حاجات يقدروا ان هم يسمعوها، يبعدوا شويه عن الشاشات، ينموا مهارات الخيال عندهم. فاذا تقدر. انا ممكن اشتري فايل فيه مثلا 13 14 او 5 او 6 قصص او ايا كان العدد، بس اشتري فايل فيه قصص عباره عن ساوند، بشغلها بقى للطفل انه يسمعها، بشغلها للطفل وهو قاعد بيرسم، بسمعها انا وهو واحنا ماشيين في العربيه. يعني حاجات كتيره قوي هتتعمل. فده ديجيتال برودكت موجود. لو على الكبار نفس الفكره، انها ممكن مجموعه من القصص المعينه، برامج راديو تتسمع على راديو احنا ماشيين. فهو ده ديجيتال برودكت موجود. عايزه تكسبي منه، نقدر نكسب منه. عايزه، لا انا مش عايز اكسب منه دلوقتي، وعايزه ان انا الناس تعرفني في الحته دي، مفيش مشكله، تقدري تعملي ده. ففي الاول وفي الاخر الناس تقدر تشتري ديجيتال برودكت. يا جماعه والله، والله العظيم، والله العظيم انتوا بس سرشوا على الموضوع، انت هتلاقوا حاجات ما تتخيلوش ان في حد ممكن بيشتريها.
طب انا هقول لكم على حاجه انا اشتريتها بس محدش يضحك عليا. انا اشتريت كتاب ب 99 سنت في ازاي تغير الفلتر السبع مراحل، واشتريته عشان انا يعني لما بعد ما فكيت الفلتر ما عرفش اركبه تاني، فقعدت ابص كده لنفسي. وبعدين اشتريته عشان انا كان بالنسبه لي الدفع بابل باي اسهل من ان انا اقعد بقى تدور على حد بتاع فلاتر ويجي، انتوا متخيلين؟ واشتريت ده في حين ان انا بعد ما دخلت على اللينك ودخلت لقيت الكتاب، فجيت احمل الكتاب فطلب مني ده فجبته وبتاع. بعد ما خلاص ركبت الفلتر كده قعدت اقول انا لو كنت الخطوات دي بس دخلت على اليوتيوب كتبت، كان هلاقي واحد مصري قاعد في امبابة هيشرحها لي بطريقه اسهل وابسط من اللي انا عملته في نفسي ده. فاذا يعني ما تفتكروش مثلا ان الموضوع ايه، مش يعني اللي هو مثلا مستحيل، انا الحاجه بتاعت عمرها ما تتباع. وانا لما اشتريت الموضوع ده او اللي خلاني ادخل والله هو كتيب لقيته موجه للفلتر تانك اللي بيقدم الحاجه دي. خلاص، حد تاني عنده استفسار اخير ونقفل السيشن عشان ما نطولش عليكم؟ هلا دونا؟ مفيش حد. طيب حد استفاد من السيشن؟ حد ناوي يكمل معانا ولا هتاخد الكلام ده ترموه في الزبالة؟ ماشي، يا رب يا رب يا رب والله العظيم اتمنى. يعني انا اكتر حاجه بتفرحني يعني الراوند اللي فاتت، اكتر حاجه فرحتني ان جات لي ناس بعتلي سكرين مثلا لحد باع، انا محدش يضحك عليا بتاع، بس هو باع مثلا في خلال شهرين باع حوالي ب 6000 جنيه. فهو مبسوط يعني، فاهم؟ هو الحمد لله هو راجل سعيد بالرقم ده، هو بالنسبه له سعاده جدا. يعني انا في ناس تانية اصلا بتحقق 6000 جنيه دول في يوم، بس هو بالنسبه له خلاص هو بقى مبسوط. هو مبسوط مثلا ان بقت في ناس عارفاه في المجال بينزل البوست، الناس بتتابعه بيدي ريكومنديشن كويس. فان شاء الله باذن الله تكونوا كلكم منهم يعني. ماشي. آه يعني انا مبسوط جدا ان انتوا حضرتوا، وعايز اقول لكم بس على حاجه عشان تبقوا عارفين. نقطة كده مهمة حطوها حلقة في ودنكم قبل ما اقفل. شوفوا في كام واحد كتب على البوست اللي انا نزلته او عمل منشن، وكام واحد منهم دخل في الجروب، وكام واحد من اللي دخلوا في الجروب بيحضروا السيشن دلوقتي. عايزكم تقارنوا الارقام دي ببعض. وكام واحد من اللي حضر السيشن هيعمل الديجيتال برودكت، وكام واحد منه هيبدأ في الماركت بتاعه ان هو يماركت له يعني، وكام واحد منهم هيستمر. فانت لو بصيت هيتكسر عندك احساس ان الديجيتال برودكت سهل لدرجه ما هو اي حد بيعرف يعمله. اي حد بيعرف يعمله، بس مش اي حد بيعرف يستمر لحد ما يوصل انه يتباع او يثبت نفسه. خلاص، فانت العدو الوحيد يا معلم ليك، او الحاجه الوحيده اللي هتنجحك هي الاستمراريه، مش شطارتك في اي حاجه من اللي انت بتعمله. خلاص، اتمنى بس تحفظوا الكلام ده، واشوف وشكم على خير باذن الله. ماشي، يلا مع السلامه. ممكن حضرتك تشير معانا الداتا دي؟ مش عارف، انا بصراحه كنت ناوي ابعت لكم الكتاب بس حسيت ايه، حسيت كده ان انا يعني اقعد اشوقكم كده، فهبعت لكم الفايل عناية ليكم. خلاص ماشي، يلا اشوفكم على خير. اهم حاجه ادعوا لنا بس. يلا باي يا شباب.